النزالات العظيمه او النزالات الحلوه، من الاخر يعني النزالات اللي بتخلينا نحب المصارعه واللي احنا بنتفرج المصارعه عشانها. في الفيديو ده هنقول لكم اعظم 5 نزالات في تاريخ الدبليو دبليو اي. وطبعا انا بقول في تاريخ الدبليو دبليو اي مش في تاريخ اي شركه تانية، لان ديت هنعمل لها حلقات تانية وانت عارفين بالليل هتلاقينا من حلقات الاوز، عشان القايمه ديت الدبليو دبليو اي بس. لما نعمل قائمه الاي اي دبليو الاوز هيبقى في اول القايمه بس كده. يلا نبدا الحلقه ونشوف النزالات دي Acknowledge me. في المركز الخامس معايا. وعشان اقول لك ايه المركز الخامس انا محتاجك ترجع معايا ل ماني ان ذا بانك 2011 وما قبلها. سي ام بانك قدم البايب بومب الاسطوري وقال ان لو كسب بطوله الاتحاد في الماني ان ذا بانك هياخدها ويهرب بيها ويدافع عنها في الام جي بي دبليو او التي ان اي يعني. وواحد من اعظم برومات التاريخ طبعا. وعشان نوصل للماني ان ذا بانك اللي فيه بانك وسينا بيلعبوا، يعتبر ده تقريبا كان اول مثال بين بانك وسينا على فكره. يعني صححوا لي في الكومنتات لو انا غلط، بس تقريبا كان اول مثال بينهم. في ماني ان ذا بانك نشوف دخلت سي ام بانك بذيس فاير بيرنت لاخر مره للاسف يعني وسط جماهير شيكاغو. ويا سلام على العظمه، يخرب بيت العظمه، ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ وطبعا دخلت سينا اللي اخد فيها يعني استهجان ولا التيميت هيل في عزه. استهجان. جماهير شيكاغو اصلا جماهير متعصبه ومعروف ان هم من اكتر الجماهير المتعصبه في المصارعه، فالاستهجان لسينا كان قوي جدا في النزال ده. عشان نوصل للنزال اللي بانك وسينا قدموا فيه عظمه. الاثنين ما بينهم كيمستري على الحلبه رهيبه، طبعا ده مش هنتكلم فيه يعني، هم كده ما بينهم كيمستري حلوه. فالاثنين بيقدموا لنا نزال من اعظم النزالات ممكن في تاريخ الدبليو دبليو اي. نزال اتقيم ب5 نجوم، نزال بقصه تاريخيه ما اتحكتش ولا هتتحكي زيها تاني في الدبليو دبليو اي اظن. ودينا بنشوف اتش لما بيحاول يعملها مع ستايلز بتطلع عامله ازاي، ما تخليناش نتكلم بقى. وطبعا نهايه النزال تدخل فينس ماكمان عشان يطلع سينا يحاول يمنعه ويطلع الحلبه، يطلع الجي تي اس ويكسب بانك اول لقب اتحاد ليه في تاريخه مع الشركه. علشان بانك يبقى بيحتفل، فينس ماكمان يكلم البرت يدخل يصرف، بانك يديله كيك في وشه وياخد اللقب ويفلسع ويبعت لفينس ماكمان الاركس في الهواء ويمشي ويفلسع باللقب وما يرجعش بعدها غير بكالتف بيرسوناليتي. وبنوصل بقى بعدها لعظماتهم في السمر اسلام والكلام دوت. فطبعا النزال دوت يستحق يكون معايا كده يعني ما فيهاش نقاش. بس كده ده كان المركز الرابع معايا. الخامس معايا This clown plagiarized my pipe bomb, so now I'm stealing word life. في المركز الرابع معانا. وعشان اتكلم عن المركز الرابع محتاجك معايا ترجع كده لريسل مانيا 17. وطبعا انت عرفت انا هقول ايه، للاسف خلاص اتحرقت. اوستن روك ريسل مانيا 17 مين ايفنت. مش هحكي لك اللي حصل قبلها، لان اللي حصل قبلها انا هحكيه كله في قصه الاتيتيود ايرا. هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكربشن، خش اتفرج عليها تعرف كل اللي حصل قبلها، تعرف كل اللي حصل في الاتيتيود ايرا بالمره يعني. المهم تعال نخش على النزال. اولا البرومو بتاع النزال عظمه، ده كده في حته اولا يعني، ده كده في حته حلوه. برومو النزال عظيم لابعد درجه، ده اولا. تمام. النزال نفسه الاثنين قدموا نزال مصارعه قوي جدا ونزال مصارعه تاني قوي جدا. اوستن قدم ممكن واحده من احسن نزالاته من بعد اصابته. يعني اوستن قبل الاصابه مقدم عظمات، ده كان ممكن من احسن نزالاته بعد الاصابه بقى، بعد اصابته بتاعت اوين هارت دي. فعظم من اوستن في النزال، والروك كان لسه بيقدر برضه يقدم. فالاثنين قدموا نزال عظيم. ولكن سيبك من النزال بقى ودخلني على الدسم زي ما بيقولوا. فينس ماكمان بيتدخل ويبين للكل انه هيساعد الروك، عشان فجأة ينزل بالكرسي على وش الروك ويعلن انه تحالف مع اكبر عدو ليه، ستون كولد ستيف اوستن. يا الله على العظمة، يخرب بيت الحلاوة. وطبعا بعيدا ان تحول اوستن لهيل ما كانش احسن حاجة يعني، ما كانش حلو وممكن من اسوأ الحاجات اللي حصلت في مسيرة اوستن، لكن اللحظة نفسها كانت قوية. فينس ماكمان ظبطها حلوة قوي، لان بس يكون ممثل شاطر وبيقدر يوهمك وكده، واوستن طبعا والروك يعني. فالصراحه على اللقطه ديت والنزال ما بينهم وعظمه الحدث تستحق، وعظمه العداوه تستحق تبقى مركز رابع. ما رضيتش ازود في التقييم علشان ما افورش، بس هي مركز رابع حلو جدا عامه. 28 وانس ان لايف تايم براين بيخسر لقب العالم في اقل من ثانيتين ولا حاجه يعني، البوسه قعدت اكتر من كده. لكن الاهم اللي في نفس العرض ده بالنسبه لي اتلعب النزال اللي في المركز الثالث معايا، تيكر ضد اتش هيل سيل في سبيشال جيست فري شون مايكلز. يا الله على العظمه مع الذكريات.
قصة النزال اتحكت على مدار 4 سنين كاملة، من أول ريسل مانيا 25 جايين لها، وريسل مانيا 26 اللي برضه جايين لها، وريسل مانيا 27 اللي ممكن أذكرها في القائمة الشرفية كماتش قوي جدا، لحد ما وصلنا لريسل مانيا 28. ويا الله على الدخلة بتاعتهم، دخلة تيكر ودخلة اتش عظمة، والملعب بالحلبة اللي كانت فيها الدايموند ده من فوق، بالكيج وهو نازل على أغنية ميموري ريمينز، باسم الماتش اند فانيرا، بتقديم النزال والتقديم والعظمه اللي حصلت في الاداء ما بينهم. يخرب بيت حلاوه الماتش ده. الماتش ده هو ممكن ما يكونش اعظم اداء انا عارف، لكن اكيد هو واحد من اعظم 3 ماتشات في الستوري تيلينج. ايه يا جماعه ده؟ ستوري تيلينج عظيم من 3 اساطير، مش منطقي يعني، مش غريب ان يعملوا كده يعني. شون مايكلز في الماتش ده بالنسبه لي هو كان يعني ايه، كان تريبل ثريت ماتش بس من غير الثالث اللي هو مايكلز. مايكلز كان يا جماعه يمكن دوره في الماتش ده هو اهم من دور تيكر واتش. الستوري تيلينج اللي قدمه من خوفه على صاحبه، وبرده غيرته من صاحبه انه مش عايز يحقق انجاز مايكلز ما قدرش يعمله، واللي قدمه اتش وتيكر في النزال عظمه، ونهايه النزال بفوز تيكر واستمرار الستريك، وتقويمهم لتريبل اتش ووقوفهم على الرام، وتحيتهم للجماهير اللي ما اعرفش ازاي ممكن اي حد بيحب المصارعه ما عيطش او دمع لما شاف اللقطه ديت، لانها لقطه مؤثره قوي. بس الماتش دوت اكيد كان يستحق يدخل القايمه في المركز الثالث مع Rest in peace. طيب بما انك انت انا عارف ان انا كده اللي هقوله جدلي، وهتقول لي ازاي لا وكده وكده وكده، لكن في المركز الثاني معايا انا طبعا مش هقدر ما احطش نزال من اعظم ما قدمت الدبليو دبليو اي اخر 10 سنين تقريبا. طبعا سي ام بانك، درو ماكنتاير، بات بلاد 2024. العرض ابن الجزمه دوت، عرض ابن ميتين كلب اصلا، وعرض ما يتفرجش يتفرج عليه، لكن كان فيه شمعه مضيئه نورت العرض كله. بانك درو يخرب بيت الحلاوه يا جماعه ده. سيبك من الماتشز، تعالى نبدا بس من العداوه. العداوه عظيمه كده وهيتعمل لها حلقه، لان العداوه دي انا مش محتاجه تحضير، انا حضرتها اصلا فسهله. يخرب بيت الحلاوه. العداوه عظمه، عداوه شخصيه. هنا نسيل، فقلنا هنا نسيل بقى هيبقى زي ماتشات بري وايت وسيس والهبل ده هنا نسيل. لما تيجي تقول لحد ايه، لما حد يسالك ايه مفهوم هنا نسيل في ربع الماتش ده كانت شبيه في الماتش، كانت شبيه رهيبه في الماتش. الاتنين الغل اللي ما بينهم كان باين قوي. درو ماكنتاير قدم ماتش يا جماعه. درو ماكنتاير هو يعتبر شال الماتش، لان بانك برضو كان بيتعب. درو ماكنتاير قدم عظمه. درو ماكنتاير وصل للبيك بتاع اي مصارع في الماتش ده. عظمه. الاتنين ما كانش عندهم مشكله يضحوا بجسمهم عشان بس الماتش يطلع حلو. يعني ايه ده يا جدعان. انا لحد دلوقتي بص عدى قد ايه، مش قادر اتخيل ازاي الكليمور اللي وقع فيها درو ماكنتاير على السلم الحديد والحاجات بتاعت البريسلت على السلم، ازاي درو ماكنتاير ظهره ما اتصابش. صعب قوي يا جماعه. بس لا النزال دوت يا جماعه طبعا ونهايته باستخدام بانك للبتاع الحديد ديت، ويعمل جي تي اس في وش ماكنتاير. لا نزال عظيم، عداوه عظيمه في كل حاجه، تستحق مركز تاني. انا عارف ان انا ممكن يقولوا فيه نزالات اعظم، قول لي في الكومنتات، لكن بالنسبه لي ده مركز تاني على الاقل. بس ده كان المركز. After this Saturday, what I do to you, she's gonna have to feed you. في المركز الاول واعظم نزال مصارعه في تاريخ دبليو دبليو اي، وممكن في تاريخ المصارعه كلها عموما، عادي جدا بالنسبه لعمر وبالنسبه لناس كتيره وبالنسبه لاي حد بيحب الاثنين دول وبيحب المصارعه عموما. اندرتيكر ضد شون مايكلز بالنسختين بتوع ريسل مانيا، لان ما اقدرش اقول اي واحده احسن من الثانيه، الاثنين اعظم من بعض اصلا. خلينا نبدا الموضوع من الاول. ريسل مانيا 25 قبلها الاثنين قدموا يعني عداوه ما كانتش عداوه قوي، لان برضو يعني ايه العداوه ما كانتش شخصيه قوي ساعتها. وصلنا لريسل مانيا 25 والاثنين بيقدموا واحد يا جماعه يخرب بيت الماتش ده حرفيا ماتش. طب ما هو الواحد اصلا بعد الماتش ده قاعد يقول لو الاستريك ما خلصتش هنا هتخلص امتى؟ عظمه. تيكر ومايكلز قدموا حاجه وهم، حاجه ما حدش يتقبلها من اثنين كبار في السن اصلا. يا جدعان من كتر العظمه الاثنين دول غطوا على ميزان الحدث الرئيسي، ما كانش حد عايز يتفرج خلاص، اللي فعل كان صفر. عايز سويسايد دايفات بقى، تومب ستون، سويتش ميوزك، كاونترات، بتاع ده، نيل فولز بالهبل، ستوري تيلينج بينهم عظيم طبعا في النزال.
تيكر واحساسه ان مايكلز بيلعب بيه نفسيا، كل حاجه في نزال 25 ده كانت عظيمه، ما عدا حاجه واحده وده اللي مخليني احطه، بس مش هينفع يتحط في مركز اول قوي يعني. القصه، لان القصه قبلها ما كانتش قويه قوي، لكن القصه بقى في ريسل مانيا 26 واحده من اعظم قصص الدبليو دبليو اي. تيكر اللي بيرفض يلعب مايكلز نزال اعاده، ولكن لما مايكلز يخسره في التشامبر بطولته بتاعت بطوله العالم قدام كريس جيريكو في التشامبر، تيكر بيوافق، لكن بشرط واحد، ان لو تيكر كسب مايكلز يعتزل. ولن نوصل لريسل مانيا 26. وبفتكرها والله، انا فاكر النزال دوت قبل ما يبدا كان فيه فوفوتزيلا وكان فيه حاجات غريبه كده. هو ريسل مانيا 26 العظمه بتحصل، مايكلز وتيكر بيقدموا نزال، بيحطوا في يعني انت فاهم ان هم بيحطوا بنزالهم ده على واحد من اعظم نزالات التاريخ. انت فاهم الفكره؟ بيحطوا بنزال 2026 على نزال 2005 على نزال 2026 ايه؟ على نزال بيحطوا بنزال 26 على نزال 25. ايه العظمه دي؟ ايه الناس دي؟ يخرب بيت الحلاوه. لا تيكر ومايكلز قدموا عظمه، قدموا عظمه. 26 انت شفت بقى ستوري تيلينج رهيب، ستوري تيلينج رهيب. اخر لقطه في النزال وخلينا نتكلم فيها، اخر لقطه في النزال بتحكي لك النزال كله. اندرتيكر واقف ومش قادر واقف مش قادر اصلا، بس لسه واقف. مايكلز واقع على الارض وبيمسك في اندرتيكر عشان يقوم. تيكر باصص لمايكلز بصه اللي هو انا مش عايز اخليك تعتزل، بس انا هضطر اعمل كده، هضطر اعمل كده مش الستريك. لكن مايكلز اللي بكل شموخ او بكل ان انا محدش هيقدر ان هو يقول لي كده وكده اهوت، وان انا محدش يعطف عليا وكده، يقوم يضرب تيكر بالقلم وبتعابير وش تيكر اللي هو انت بتضربني انا بالقلم، ويمسكه بالتومب ستون ويثبت وينهي مسيره اعظم مصارع ومؤدي في تاريخ المصارعه الحره. واو ابسوليوت سينما. هقول ايه تاني يعني؟ في حاجه ممكن تتقال؟ اعظم نزال في تاريخ المصارعه طبعا، او اعظم نزالين في تاريخ المصارعه طبعا. بدايه حاجه عظيمه ان اعظم نزالين في تاريخ المصارعه ممكن يبقوا الاثنين باسامي مصارعين، بس مصارعين اثنين وهم تيكر ومايكلز. ثانك يو فور all what you did for pro wrestling. شكرا. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. معلش لو في اي لخبطه في الكلام او كده، لان انا لسه قايم فمش فايق قوي، بس قلت اسجل عشان الفيديو يلحق يتمنتج وينزل يوم الخميس ان شاء الله. بس كده، ما تنساش تعمل شير ولايك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وقولوا لي افكار توب 5 تانية عايزينها، قولوا لي افكار عداوات عايزينها عشان انا اكيد هعمل عداوات ان شاء الله، بس قولوا لي عداوات خفيفه وحياة ابوك عشان الدراسه والله العظيم يعني انت فاهمين. بس كده، ده كان فيديو النهارده وده كان نهايه الكلام. سلام.